هنتكلم في فيديو النهارده عن مجلس السلام. النهارده كان أول اجتماع لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي في واشنطن ورؤساء بعض الدول الأخرى، وأصدر عدة قرارات من ضمنها إرسال 20,000 جندي إلى غزة بعد تدريبهم في عدة دول من ضمنهم مصر. وتعهد الرئيس الأمريكي بتقديم 10 مليار دولار لمجلس السلام، وفي بالفعل بعض الدول قدمت حوالي 7 مليار دولار زي الامارات وقطر والكويت وبعض الدول الاخرى. وكان موجود في الاجتماع رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي بالانابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول لجماعه الاخوان الارهابيه اللي طالعه بتقول ماذا قدمت مصر للقضيه الفلسطينيه والغزه. هنفكرهم ببعض من اللي قدمته مصر. مصر قدمت شهداء للقضية الفلسطينية. مصر كل حروبها الحديثة كانت من أجل القضية الفلسطينية. مصر أكتر دولة في العالم قدمت مساعدات لغزة. مصر هي اللي كانت مدركة، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدرك من يوم أحداث 7 من أكتوبر إن ده هيكون مبرر للجانب الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال قدام العالم كله إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. قال الكلام ده في الغرف المغلقة، وقال الكلام ده في العلن وقدام الإعلام، وحاولوا بأكتر من طريقة عن طريق رؤساء بعض دول العالم يعرضوا على مصر أكتر من عرض. من ضمن العروض إن مصر كانت هتاخد حوالي 300 مليار دولار عشان بس تقبل بتصفية القضية، لكن مصر قالت لا، لأن ده بالنسبة لنا أمن قومي، والأرض المصرية للمصريين فقط، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حساب غيرها. فالنهارده يا جماعة لازم الشعب المصري يكون مدرك ويفتخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس القوي اللي قال لا، بس الناس هي اللي بتنسى. احنا كنا بنقول بس الحرب تقف. النهارده احنا بنتكلم عن حل الدولتين بعد ما خلاص مصر قدرت تعبر لبر الامان بنسبه كبيره بالفلسطينيين. مصر النهارده بتتكلم عن الضفه الغربيه. احنا النهارده في اجتماع السلام لغزه، مصر بتتكلم عن الضفه الغربيه. مصر دايما سابقه الخطوه، وعلشان كده مصر هي الوحيده اللي كانت قادره على انها تنهي الحرب، مع احترامي لكل الدول العربيه ولكل الدول الاسلاميه. لو اي دوله تانية كانت على حدود غزه للاسف كان تم تصفيه القضيه الفلسطينيه، لكن مصر علشان دوله قويه ورئيسها قائد عظيم وجيشها من افضل واقوى جيوش العالم، فكانت شايفه وكانت جاهزه لكل السيناريوهات. والجيش المصري كان على استعداد قتالي عالي جدا، والشعب المصري كان واعي ومدرك. وزي ما احنا عارفين طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا في كل اجتماعاته الكلمه الشهيره ليه طول ما المصريين ايد واحده ما تخافوش ابدا، لان الدول بتسقط من الداخل. افتخروا بجيشكم، وافتخروا برئيسكم، وافتخروا ببلدكم. اسرائيل تقريبا كانت بتضرب في كل المنطقه، ضربت سوريا وضربت لبنان وضربت العراق وضربت ايران وضربت اليمن، لكن ما قدرتش تقرب من الجانب المصري، لان الجيش المصري جيش قوي، والرئيس المصري رئيس وطني شريف، والشعب المصري كله جيش. احنا وراك يا ريس، واحنا معاك يا ريس، وربنا ينصر مصر وينصر العرب.